لا ده انا لسه متوضي بس وانزل اصلي العيد دلوقتي. احساس انك تبقى تروح تصلي وسهران احساس صعب قوي يا جماعه. يعني الواحد المفروض يبقى ينام قبل ما يصلي العيد. انك اصلا تفكر تنزل في الوقت ده دي لوحدها صعبه. فلسه بقى هنروح المسجد. هما غالبا هيبداوا دلوقتي. تعال نشوف الصوت كده. يلا اجروا اجروا مفيش وقت. وانا بقول لهم اجروا وانا اصلا لسه منزلتش. فمش فاهم انا جايب الثقه دي كلها منين. رجاله وستات بيصلوا بعض ليه حرام فالرجاله بعد الظهر بعد اذن الرجال الناحيه على اليسار نيجي هنا فاضي يا اخوانا، ناحيه يمين المنصه فاضي، فرجاء نساعد بعض يعني اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بننبه للمرة الثانية الجمعية الشرعية مفتوحة طوال أيام العيد، تقبل اللحوم والجلود والاثنين بيوزعوا على الفقراء والمساكين. وجزاكم الله خيرا. والناس اللي على الشمال مشكورة مشكورة، جزاكم الله خيرا. تيجي على اليمين المصلى فاضي زي ما قال كابتن مختار. وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بس كده عدت على خير. كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي وعيد سعيد عليكم ان شاء الله اشوفكم بخير. اما الدنيا جميله اهو. اما اللي بتقولوا ان كل عيد انتوا بتبقوا لوحدكم والدنيا بتبقى صعبه وتحسوا انكم مخنوقين، لا انت بس اللي حاسس كده، انما الباقي عادي جدا. يعني انا نزلت اصلي لوحدي صد رد وخلاص. يعني الموضوع سهل جدا، مصلش اي حاجه والدنيا كانت تمام وفل الفل والاجواء كانت سعيده. النقطه بس اللي انا حابب اتكلم فيها، ما تخلوش يا جدعان الاطفال تطول في التكبير. بجد الصوت بيبقى مزعج في المايك. الصوت بيبقى مزعج جدا. فيعني ادوم كده 5 ثواني ولا حاجة، فاهم؟ وكمل انت لان الصوت يعني بيبقى صعب بصراحة. يا اما تهدي صوت المايك شوية. بصراحة كان المكان جميل جدا. واسع، واسع جدا زي ما انتوا شفتوا. ومستقبل عدد كبير. المسافات كانت كويسة برضو. يعني انت كنت تروح تلاقي مكان، لكن في اي مكان تاني ما كنتش تروح تلاقي مكان. انت اكيد فاهم قصدي يعني. انا كنت رايح على اخر التكبيرات ولقيت مكان يعني الحمد لله والدنيا مشيت. بس كده بقى عشان انا لسه سهران اصلا وما دخلتش انام خالص. ويعني عمال اتغفل ونفسي انام. ويعني انت برضه حاول انك تخرج تروق على نفسك. تجيب لك حاجة تاكلها، تجيب لك حاجة تشربها. المهم اخرج بس واستمتع كده بالدنيا واللي فيها. وبس كده يا جماعة ادخل انام واصحى على بركة الله. يلا سلام.